من يوم ما اتولد وهو عمال بيشرب لبن صناعي. بقولك ايه، لازم دلوقتي ترضعيه. كل الامهات بتعمل كده. بصي يا ماما، انا ماليش في الكلام ده. الدلع ده تدلعيه على مامتك، على اختك، لكن عليا انا لازم تاكلي الولد. ايوه، شفتها شفتها وهي بترميه. شفتها وهي بترميه وبتحفر له حفرة كمان وعايزة تدفنه. أنا شفتها بعيني الاتنين دول. صدقني صدقني يا حبيبي، الواد ده كان هيموت هيموت وهي السبب. عايزة تموت الولد. لازم تطلقها. المجنونة دي ما ينفعش أبدا تعيش معاها. ده لو انت عشت معاها هتجنك. بقولك ايه، لازم تطلقها وتتجوز بنت خالتك. بنت خالتك زي القمر. وده اللي حصل في الجزء الأولاني. لو حابين تتابعوا الجزء الأولاني هتلاقوا الرابط بتاعه في الديسكريبشن بوكس. وما تنسوش اللايك وكمان الاشتراك. ماما فرضت عليا ان انا اتجوز بنت خالتي. ما كنتش بحبها ابدا. هو قالت لها من اول يوم، قالت لها بصي بقى يا حبيبتي، انتي اللي مسؤولة عن الولد. اعتبري نفسك امه. كل حاجة انتي اللي هتعمليها له. هتأكليه وتشربيه بدل ام المجنونة دي. ردت وقالت لها، هي مامته كانت مجنونة بجد يا خالتي؟ كانت مجنونة بجد؟ مجنونة يعني بتعمل حركات الهبل يعني؟ ساعتها ماما ما صدقتش نفسها لما قامت وفضلت ترقص رقص المهابيل، مش المجانين. رقص غريب من نوعه. ماما استغربت قوي وفضلت تقول لها، مالك يا سمر؟ ايه دي يا حبيبتي؟ كلمت خالتي وقالت لها، بقولك ايه يا حبيبتي، هي سمر بتحب الرقص للدرجة دي؟ في اي وقت كده بتقوم وترقص عادي، ما عندهاش اي مشكلة؟ رد عليا، كلميني. بصراحة يا ماجدة أنا كنت بكلمها في موضوع مهم قوي، ولقيتها قامت وفضلت ترقص رقص غريب من نوعه. خالتي ردت وقالت لها، أصلا بتبقى فرحانة. لما تبقى فرحانة من أي حاجة بتعمل كده. أكيد انتي قلت لها حاجة تفرحها. هي من زمان كده واخدة على الأسلوب ده معايا، فبما إنك بقى خالتها فهي حاسة إن هي مش غريبة. ماما قالت لها، طبعا يا حبيبتي مش غريبة. دي سمر دي حبيبتي بنتي. بس من يوم ما انتوا سافرتوا دبي وانا كمني ما بقعدش معاها كتير فمش عارفه الاسلوب بتاعها. بس كده ربنا يطمن قلبك، طمنتيني. وفي يوم كنت ماشي لقيتها بتكلم نفسها وتقول، ما تضربنيش، ما تخبطنيش في راسي. بقولك ايه، انت لو قربتني تاني انا هقوم دلوقتي اموتك من الضرب. بقولك ايه، ابعد عني، ابعد عني استعادي. انا بقولك اهو، هقول لجوزي يموتك. طبعا انا كنت واقف ميت في جلدي وفضلت تقول، لا لا، خلاص مش هقول له حاجه. بقولك ايه، اوعى تاذيني، ابوس ايديك ما تاذينيش. قلت لها، يا سمر انت بتكلمي مين؟ بتكلمي نفسك ولا انت حاطه الهاند فري في ودانك؟ هو مين اللي هيأذيكي؟ ردت وقالت لي، هو انت مالك؟ انت ليه بتتدخل ما بيني وما بينه؟ خلاص، الحاجات دي ما بيني وما بينه، ما تتكلمش انت ولا كلمه. انا بقولك اهو. رحت وقلت لماما، ماما سمر طلعت هي اللي مجنونة. عشان تبقى عارفة، انتي ظلمتي مراتي الأولانية وقلتي عليها المجنونة، لكن دي فعلا بقى يا ماما مجنونة. بتكلم نفسها. وحكت لها على الموقف اللي أنا شفته. لقيت ماما قالت لي، عندك حق يا ابني. أنا من يوم ما جت البيت وتصرفاتها غريبة جدا، بتابعها من بعيد والاقيها فعلا بتكلم نفسها. طب ما قلتليش ليه يا ماما؟ أنا بقالي دلوقتي سنة ونص متجوزها، ما خدتش بالي. تصرفاتها معايا عادية. أنا أصلا ما بحبش أقعد معاها ولا أتكلم معاها. دي واحدة غريبة عني يا ماما، بنت خالتي بس أنا تقريبا ما شفتهاش في حياتي غير مرة أو مرتين. ماما قالت لي، تقريبا كده احنا ظلمنا مراتك الأولانية. لا مش احنا يا ابني، أنا اللي ظلمتها. هو ده جزائنا. بقولك ايه، هو حسن فين؟ اتكلم قول، ابنك فين دلوقتي؟ أحسن يكون معاها تبقى مصيبة. سمعناها وهي بتقوله، كل الدبدوب ده كله. انا بقولك اهو، لو ما كلتش الدبدوب انا هموتك، هموتك واقطعك حتت صغيره. رحت وقلت لها، بتقولي ايه يا مجنونه؟ ايه الدبدوب اللي هياكله ده؟ انت عايزه تاكليه الدبدوب؟ هو الدبدوب بيتاكل؟ ردت ماما قالت لها، لا، ده جنان رسمي، غنى ورقص. هو ده اللي ناقص كمان، تاكليله اللعبه اللي هو بيلعب بيها. ايه يا بنتي، هو انت مجنونه؟ ماما قالت الكلمة دي ولقيناها رمت الولد على الأرض وفضلت تزعق وتقول، أنا مجنونة؟
انتوا بتقولوا عليا انا مجنونه؟ لا، ده انا هجننكم انتوا الاتنين. في الوقت ده رمت الولد على الارض وفضل يصرخ ويعيط، وماما جريت عليه وقالت له: مالك؟ مالك يا حسن؟ قولي ايه اللي فيك؟ المجنونه دي عملت فيك ايه؟ اتكلم، قول. رد وقال: الحقيني يا تيتا، بطني بتوجعني، الحقوني، انا هموت، الحقيني يا تيتا، بطني بتوجعني. ما قالش غير الكلمتين دول بما انه كان صغير، ده كان عنده 1.5 سنة. ورحت بيه للدكتور جري. الدكتور كشف عليه وعمل كل الفحوصات، وعمل كمان أشعة على معدته. اكتشف حاجات غريبة قوي في اليوم ده. قال إن الولد واكل حاجات احنا مش فاهمين ايه بالظبط. احنا شفنا في الأشعة إن في حاجات، بس مش أكل، مواد تانية غير الأكل، عشان كده لازم يدخل أوضة العمليات. رديت وقلت له: عمليات؟ هي وصلت للمرحلة دي؟ ليه؟ هو ايه اللي في بطنه بالظبط؟ كلمني يا دكتور، في ايه؟ قال: مش عارف بصراحة، كل حاجة هتظهر لما اعمله العملية، لكن الإشاعة بتبين ان هي في حاجة مش مظبوطة، لكن هي ايه الحاجة دي؟ لا طبعا مش هنعرفها غير في أوضة العمليات. وفعلا دخل أوضة العمليات، ابني الوحيد كان في خطر، لدرجة ان الدكتور قال ان هو دلوقتي ما بين الحياة والموت. ماما خدتني وودتني لخالتي وقالت لها: منك لله يا شيخة، كنت لازم تقوليلي، ده انت اختي، ازاي تخدعيني وتجوزيني بنتك المجنونة؟ بنتك كانت هتموت حفيدي الوحيد. ردت وقالت لي: عندك حق، بنتي فعلا عندها حالة نفسية، والحالة النفسية دي من وهي صغيرة، وانا مرضتش اتكلم. بصي، دي كل الشهادات اللي بتقول عليها ان هي تعبانة، بس خفت. الدكتور قال لي كده، ان هي خفت وانا عالجتها في دبي، وهي بقت كويسة جدا. لما ابني بقى كويس، ماما قالت لي: ما ينفعش يا حبيبي، لازم ترجع مراتك الاولانية، كانت بنت حلال وطيبة، وانا ظلمتها وكدبت عليك كتير قوي. قلت لها: انت بتقولي ايه يا ماما؟ يعني انت كنت بتكدبي عليا لما كنت بتقولي ان هي عايزه تموت الولد وعايزه تحفر له حفره، والكلام اللي انت كنت بتقوليه ده؟ قالت لي: ايوه يا ابني، لازم نروح دلوقتي ونرجعها انا وانت. رحنا، وماما فضلت تقول لها: سامحيني يا بنتي، سامحيني بجد، اللي انا عملته فيكي ده كانت غيره، كانت غيره على ابني الوحيد. ردت وقالت لها: بصي يا حماتي، فعلا فعلا انت غلطتي، بس الغلط ده انا مش هسامحك فيه غير لازم ما تجيبيلي شقه بعيده عنك عشان اربي ابني لوحدي. قالت لها: عندك حق يا بنتي، بجد اللي انت عاوزاه اعمليه، لو عاوزين تاخدوا شقه بعيده خالص عني خدوها، وبتعالوا زوروني، عاوزه اشوف حسن ودايما اطمن عليه. رديت وقلت لها: ما تزعليش يا امي، بصراحه هي عندها حق، انت كنت بتتدخلي في حياتنا بزياده، عشان كده هنبعد شوية، وانا مش هنساكي ابدا، كل يوم لازم اعدي عليكي بعد الشغل. وبقول لكل واحد يسمعني دلوقتي: اوعى تظلم حد. بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. صدق الله العظيم.